اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احلى اخوات في الكون واحلى متابعين في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا وصفه حلوه قوي قوي، وصفه مختلفه. انا حبيت اجربها، عايزه اقول لكم هي مش وصفتي، انا واخداها من التلفزيون. كنت قاعده بتفرج كده وشفت شيف عملتها، عجبتنا قوي وعجبت اولادي وقالوا لي لازم يا ماما تعمليها. الوصفه ديت ايه؟ وصفه حلوه هقول لكم عليها. بتتعمل بالسميد والميه، سميد البسبوسه وميه وسكر بس. مقدرة سهله قوي، بسيطه قوي، وفي نفس الوقت بتديكي طعم تحفه، حاجه كده مش عارفه اوصف لك جمالها. الاول كده يا حبايب قلبي، لو حد اول مره بيشوف ام يوسف، اتمنى يعني ان ينزل يشترك من الكلمه الحمراء اللي تحت الفيديو، فعل زر الجرس باشعار الكل عشان يوصله كل جديد من عند ام يوسف. ويلا بينا نسمي الله ونبدا. معايا كده حلتين فاضيين، هحط في كل حله فيهم لتر من الميه. احط في ديت لتر ميه وفي ديت لتر ميه يا امرايه. وما تنسوش اللايك يا امارات. هنا لتر وهنا لتر كده زي ما انتم شايفين. وقوم جايبه، بص وصفه سهله قوي ومقاديرها بسيطه وفي نفس الوقت طعمها تحفه. انا هحط في كل حله كده كوبايه كبيره من السكر. دي دوت كوب معياري، لو ما عندكش كوب معياري اي كوبايه، الكوبايه اللي هي الكبيره الشوب ديت بتاعه العصير، هتمليها سكر. كان طعمها السكر بتاعها مظبوط. انت حباها مسكره شويه، بتحبي الحلويات يعني طعمها مسكر شويه، هتحطي كوبايه وربع من السكر. وحطيت هنا كوبايه كبيره من سميد البسبوسه او دقيق البسبوسه. في كل حله من دول حطيت كوبايه، وهقلب على البارد كده شويه. عايزه اقول لك طعمها حلو قوي ومختلفه، بجد انا جربتها عجبتني. هم اولادي حبوها من شكلها، هتشوفي شكلها في النهايه، شكلها حلو قوي، بتتقدم بطريقه حلوه كده، فهم حبوها من شكلها يعني. حطي بقى انتي، بصي هقول لك هنا حاجه، انا هحط في كل واحده، في كل حله من دول على كل لتر ميه وكوبايه كبيره من سميد البسبوسه، حطي ربع معلقه صغيره من الفانيليا. خلي الطعم ده ليك انت يعني، فاهمه؟ يعني اعملي افتكسي فيه كده. فاهماني؟ ممكن تحطي طعم البرتقال، ممكن تحطي ماء ورد او ماء زهر، زي انتي ما تحبي، دي يعني لعبتك. فاهماني؟ واحط كده على نار متوسطه يا جميل. الحله بتاعتي دي فيها المكونات زي ما اتفقنا، في كل حله من دول كوبايه كبيره من السكر وكوبايه كبيره من سميد البسبوسه ولتر ميه. عايزه اقولك لو عايزه تستبدلي الميه بحليب عادي، هيزود معاكي القيمه الغذائيه اكتر. انما لو عايزه تعمليها اقتصاديه كده وحاجه بسيطه يعني كده وسريعه في نفس الوقت، هي تحليه سريعه وتحفه. تحليه على البارد، مش هنضيفه مش هنضيفه سمنه، مش هنضيفه اي ماده دهنيه، مش هنضيف بيض. خلي ايديكي كده تقلب في الحلتين عشان لما الخليط بتاعك يتقل ما يتكتلش منك. وزي ما قلت لك الطعم دوت انت براحتك، عايزه تضيفي فانيليا ماشي، عايزه تضيفي طعم البرتقال ماشي، ماء زهر او ماء الورد برضو ماشي زي ما تحبي. بس انا عملتها بالفانيليا وكانت تحفه، كانت جميله قوي قوي. احنا عارفين بقى في الشتاء واولادنا بيحبوا حلويات كتير. ممكن الصبح تفطر منها كده، اي حد يفطر منها كبير صغير، بيبقى طعمها حلو قوي. تحليه سريعه كده، انتوا عارفين في الشتاء بقى وفي السقعه احنا بنحب الحلويات كتير. الحلويات بتدفي، فهنعمله اصناف كتير من الحلويات يعني على مدى الشتاء معاكم، يعني هتشوفوا حاجات كتير ان شاء الله معاكم. هنعمله حاجات كتير يعني معاكم، وصفات كتير. فجربي الوصفه ديت كده لاولادك، هتعجبك قوي. هقلب كده هنا وهقلب هنا، هتاخد معايا زي 10 دقايق على نار متوسطه كده، بس مع التقليب المستمر. كل ما تقلبي هتتقل معاكي. زي ما قلت لك يا جميله، لو حابه تضيفي تستبدلي الميه بلبن عادي، هتزودي القيمه الغذائيه اكتر. بس انا حبيت اعملها بالميه معاكم علشان اللهم صل على النبي تبقى اقتصاديه يعني، لو حد عايز يعملها. عايزه اقول لك مفيش بقى اسرع من كده تحليه تعمليها، ومفيش بقى مقادير ابسط من كده. سميد البسبوسه ده يعني متاح عند كل العطارين. تعالي هنا بقى هنحط شويه صغيرين من لون الطعام الاحمر، انا عايزاه يبقى لونها بينك معايا، لونها يبقى بينك معانا كده. حط شويه صغيرين لان لون الطعام ده لون غذائي، مش اي لون كده تجيبيه تحطيه من عند العطار او من عند مستلزمات الحلواني، محل مستلزمات الحلواني، تقولي له انا عايزه لون غذائي احمر. ممكن تستبدلي اللون الاحمر ده بلون اصفر، اللون الاورنج تحطي منه برضو نقطتين هيديكي اللون الاصفر، لو تقلتيه هيديكي اللون الاورنج كده. فاهمه؟ زي ما انتوا عارفين الاطفال بتحب الالوان قوي وبتفرح فيها بيها في اي نوع من انواع الحلويات. احنا عشان اولادنا ياكلوا الحاجه ديت ويتغذوا بيها يعني،
فاحنا بنعمل لهم كل حاجه تشدهم ليها. كده التانية ديت خلاص انا طفيت عليها، ودي برضو تعرفي ان هو استوى زي لما يغلي معاكي وتلاقيه يعمل معاكي كده ايه، بصي يغلي تلاقيه يعمل معاكي فقاعات كده وهو بيغلي. هنا ديت خلاص خلصتها، ودي برضو خلصتها. تعالى هناخدهم بقى وهنشوف هنعمل فيهم ايه الخطوات اللي جايه. يلا بينا كده، هاخدها ماما يلا بينا، وهجيب صينيه معايا. دي صينيه مقاس 34، وهفضي الخليط بتاعي كده في الصينيه. مش هدهن الصينيه اي ماده دهنيه ولا اي حاجه خالص. عايزه اقول لك يا قمر ما تستغربيش الوصفه وجربيها، هتعجبك قوي 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 زي ما قلت لك. انا اولادي حبوها من شكلها والالوانات بتاعتها. كده انا حطيت الطبقه اللي هي لونها ابيض معلهاش اي لون تحت في الارضيه، وادي الطبقه اللي عليها الالوان حطها عليها كده على الوش من فوق. واشتغلي على طول وهي سخنه، ما تسيبهاش وهي تبرد. احنا عارفين ان دي السمولينا او دي البسبوسه دوت، لو ركنتيه او سبتيه هيجمد معاكي، فمش هتعرفي تفرديه. فعايز تشتغلي على طول وهو سخن معاكي. كده انا فردت الطبقتين خلاص على بعض. شويه جوز الهند بقى كده وعلى الوش وهترشيه. عايزه اقول لكم اقسم لكم بالله طعمها خيال، طعمها حلو قوي. اللي هو حاجه مختلفه كده، انا ما جربتهاش قبل كده، اول مره اعملها. زي ما قلت لكم هي مش وصفتي هي احنا كنا بنتفرج كده على شيف في التلفزيون وخدنا الوصفه منها. اولادي بقى حبوها من الالوانات دي. هتشوفيها دلوقتي لما نقطعها مع بعض، هتشوفي الالوانات كده شكلها حلو قوي مع بعض. هسيبها على جنب. انا كده خلاص رشيت عليها جوز الهند زي ما شفتي كده جميل. اظن ما فيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. مقادير اقتصاديه جدا جدا. هدخلها بقى التلاجة تبرد معايا شويه. هسيبها ربع ساعه كده تبرد بره، وبعدين ادخلها التلاجة تبرد معايا شويه، وهرجع تاني بيها معاكم. يا امارات اوعوا تنسوا اللايك لام يوسف، عشان خاطر وصفتنا الجامده ديت النهارده تستاهل بجد 100 لايك انا كأم يوسف لو اتفرج عليها عند حد تستاهل معايا 100 لايك، لان عجبتني بجد. طلعت حلوه قوي وبسيطه وسهله واقتصاديه جدا. يلا بقى كده انت ايه يا قمرية، قومي جربيها واعمليها، هتعجبك قوي. وارجعي قولي لي ايه رايك في التعليقات. هي كده كانت خلاص انا حطيتها في التلاجة وكانت بردت معايا. لازم تبرد عشان تقطعيها كده. بعتي بقى هاتيلك كده نص كيلو دقيق بالسمولينا ب3 جنيه من عند العطار، والميه والسكر موجودين في البيت. وهتعملي احلى صينيه تحليه تحفه كده. ممكن يفطروا منها، ممكن بعد العشاء كده. زي ما انت شايفه كده جميل. هقربها لكم من الكاميرا اكتر. طبقتين كده، طبقه لونها بينك وطبقه لونها ابيض كده، فالواناتها حلوه قوي مع بعض. زي ما انت شايفه كده جميل. بعتي بقى زي ما قلت لك كده، هاتي دي السمولينا او شوفي لو موجوده عندك وقومي جربيها. ومش هتندمي ابدا لو جربتيها، هتعجبك جدا. لان طعمها مختلف، حاجه كده اللي هي يعني طعمها خيال بجد والله العظيم. وعملت صينيه بصي قد ايه كبيره، يعني لو عيله هتكفيه. بس كده حبايب قلبي خلاص الفيديو بتاعي خلص. اتمنى ان هي تكون عجبتكم حبايب قلبي. لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ بليجي مامتها. مع السلامه حبايب قلبي، باي باي.